يا مساء الخير، يا مساء العافية عليكم، الله يسعد أوقاتكم بالخير وبالعافية. اليوم قلت خلي أسوي كبة الجريش وخلي نسويها أنا وياكم سوا وخلي نستفاد من الطريقة. طبعا طريقتي أنا كلش بسيطة. هنا أنا عندي جريش وسط، أنا ما خابطته هالمرة لأنه هم جابوا لي جريش لا ناعم ولا خشن، هذا الجريش وسط. خليت عليه شوية كاري، وخليت عليه شوية فلفل أسود وملح، ونقعته بمي دافي، وخليته تقريبا فد 10 دقايق أو أكثر. خليته خليته بين ما أكمل الحشو وأرجع مرة ثانية أشوفه يحتاج مثلا مي أخلي له وأعجنه بعدين. حبايب، طبعا هنا أنا راح أغطي بهذا النايلون وأتركه حتى نكمل أنا وياكم الحشوة. والحشوة طبعا هي بسيطة، وأنا اليوم استخدمت اللحم الغنم، كان عندي بس لحم غنم، يلا مو مشكلة عادي، يعني كل شي يصير، لحم غنم أو العجل هو ماكو ماكو مشكلة. هنا أنا خليت البصل، كمية البصل طبعا، وخليت البصل يذبل تقريبا على النص. بعدين خليت اللحم هنا أنا بعده، هو ما مستوي كامل، خليت عليه كاري المختار وفلفل أسود، وخليت عليه ملح، وخليت شوية من الكبابة اللي هي تعرفوها تصير مثل الفلفل الأسود، طبعا تنطي طعم ونكهة كلش طيبة للحشوة. وتركت الحشوة حتى تحمس، حمس مضبوط. هسه هنا أنا هذي بعدها رجعت مرة ثانية أشوف العجين مالت الجريش شنو محتاج. طبعا هنا تشوفوه يرجع يكتل، يصير قوي. انتو تحاولون تفتحون الحبات بإيديكم مالت العجين هالشكل. ورجعت مرة ثانية خليت له شوية مي دافي وعجنته. طبعا حبايبي، هذه كبة الجريش. إذا أنتوا ما تسووها كمية لحم مثلا خلينا نقول فد كيلو، أو ما أعرف ما تصير طيب. هي تحب الحشوة، مو مثل كبة التمن. كبة التمن يمكن تاخذ أقل الحشو، وكله خير وبركة بالموجود. هنا أنا شفتها بعد تحتاج مي، خليت لها مي دافي شوية، فتحت الحبيبات مالتها ورجعتها. هنا أنا يا حبايبي بدأ الحشو يحمس، خليت شوية كرفس. إذا عندكم كرفس، أكو ناس تخلي كشمش، أكو يخلون اللوز، للموجود. ماكو شي إلا مثلا هذه المواد، لا باللي عندكم لحم وبصل كلش كافي. كرفس شوية تخلي الموجود. يا عيني، هسه هنا أنا راح أرجع مرة ثانية. شوفوا هنا أنا صارت لينة وقامت تجي بإيدي، بديت أعجنها شوية شوية، ما أجيب المي وأخلي كله حتى بعدين تصير لينة وأني بهيج حالة ما راح أقدر شلون، ما راح أقدر ألفها. أعجنها شوية شوية إلى أن تصير باعوا هالشكل، شلون العجين مالت الخبز أو أقوى. هنا معناتها كملت عندي العجينة وناجحة هي، حتى نكملها ونلفها. يا عيني يا حبايب. طبعا هنا أني بعدين أخلي الجدر أخلي بيه مي، أخلي فلفل أسود وشوية كاري وملح. وهنا أنا بديت ألف الكبة. طبعا حبايب يسألون دائما على اللي موجودة مثلا عندهم جنة بالبيت، أو العمة أو الجنة، والمشاكل اللي يصير دائما يسألوني هذا السؤال. أني أشوف ماكو شي يجي، الزين ما يجي من شخص واحد. إذا مو مثلا أنت زينة، مثلا أنت تحسبين مثلا جنتك مثلا تعلميها بدل ما تحكين عليها، تساعديها تحبيها، الخاطر هي مثلا هاي بتعالم وناس، والخاطر ابنك. وأني أنصح كل الأمهات إنه هذه كأن هاي أمانة الله ورسوله، وبعدين تصير لك بنية، هذه باكر عقبة هي تداريك، تشيل مثلا مسؤولية البيت وياك، تساعدك، فخليها تحبك ولا تخسريها. الحمد لله والشكر. دائما أنا يقولوا لي أنت شلون تتصرفين
جنتج وكذا، بس الحمد لله هي أساسا بنية مترباية وحبابة، وأني هم خايفة الله بيها وأحبها مثل بنتي والله يشهدوا أكثر. فالزين من يريد يجي يجي من الصوبين، أنا زينة هي زينة، هنا الأمور راح تمشي والحمد لله والشكر على كل شيء. مثل ما قلت لكم هنا بعد أن فار المي، وقلت لكم أنا خالة هنا فلفل أسود وكاري وملح، خليت الكبة يعني شيء بعد شيء أو كلها تخلوها ماكو مشكلة. أهم شيء هي تبدي، من تبدي الكبة تطفح تصعد لي فوق معناتها هي استوت. هنا أنا اليوم حبيت أغير بالطريقة، كل مرة أسوي الكبة حمرة، هالمرة قلت لا أنا أرجع أغيرها وأسوي هذه الصفرة هالمرة. هنا أنا خليت هذا الجدر، وخليت بصل، خليت شوية كركم عليه، وخليت هنا نص باكة السلق مو أكثر، نص الباقة سلق ثرمتها وخليتها ويا البصل تحمس. وهنا أنا خال كركم وفلفل أسود وملح، وخليت بعدين ما بينت نسيت بعدين خليتها، خليت قطعة من الماجي هي اللي تعطي الطعم والنكهة. هنا أنا بعد انحمس حمس تمام، طبعا الطعم مالتها صدقوني خبل، جربوها ما راح تخسرون. هنا أنا راح أخلي مي وأتركها إلى أن تغلي، وفت فترة أخلي أنزل الكبة عليها حسب يعني أنتو كم مثلا نفر شنو يعني إيش قد مثلا تخلون، وكله خير وبركة. ويا رب إن شاء الله صحة وعافية الكل من شاف هذا الفيديو، وماكو أحسن من الكلام الطيب كل شي يعني هو يرجع لك بميزان حسناتك. آه الحمد لله والشكر على هاي النعم اللي رب العالمين منطينا إياها. هنا أنا طبعا بدت هاي الكبة سويت أني مالت قلي، وسويت مالت هذه الشوربة هسه الصفرة اللي سويتها، طبعا من بصراية هنا أنا وحدة. وبعدين خليت عليها كمية من الشعرية هم تصير طيبة وتثخنها بنفس الوقت وعفتها تتهدر. وسويت بعدين من كملت هذه لفيت مالت القلي اللي هسه تشوفوها بعدين. والحمد لله والشكر بدأ الغدا يجهز. ومثل ما قلت لكم المطبخ والأكل والبيت والعائلة كل هذا يعني هاي نعمة من نعم رب العالمين علينا، يكون واحد يدير باله على أهل بيته. والحمد لله والشكر. هسه هذه الكبة أنا صبيتها، وهذا الطرش طبعا أنا مسويته، وطبعا هذا الطرش الأصفر أنا مسويته بديه. إذا تردون الطريقة كتبولي بالتعليقات. وهنا بدأ الغدا يجهز. هذه الكبة شوفوا هي وحدة المنظر وحدة يحكي، وأرجع وأقول ماكو شي من إيدي مو طيب. ليش؟ لأنه أنا أحب بإيدي أطبخ الشي، أنا بإيدي اليوم أخلي الجدر، أسوي الكبة، أسوي الحلاوة، أسوي المربى، أسوي الطرشي، كله أنا بيدي، ما أجي اليوم وأشتري شي من برا. لا الحمد لله والشكر هذه نعمة ولازم نحافظ عليها، وماكو أحسن طبعا من لمة العائلة. وهذا غدانا وسفرتنا البسيطة. يا رب إن شاء الله الفيديو عجبكم. في أمان الله.